السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة. يلا بينا. قبل ما ناخد الملف الإكسل بتاعنا على الباور بي آي محتاج شوية تريكات نظبط بيها الملف عشان نشتغل الداشبورد براحتنا. عندنا فولدر زي ده فيه ملفات كتير إكسل، وإحنا محتاجين ملف إكسل واحد هو اللي نشتغل عليه، ومحتاجين كمان شيت جواه هو اللي هيشتغل عليه وشوية تظبيطات فيه. ادي الملف مثلا احنا هنشتغل عليه، في زي ما انت شايف صفوف فاضية كتير، وبعد كده الجدول اللي احنا عايزينه، في شيتات كتير موجودة عندنا ومحتاجين شيت واحد بس من الشيتات اللي موجودة دي. نعمل الكلام ده ازاي ونظبطه ازاي بخطوات معانا في الباور كويري؟ اول حاجة احنا هناخد مسار الفولدر ده كنترول سي، ونرجع تاني على الباور بي اي ونقول له عايزين ناخد السورس من فولدر من الباص ده ونديله اوكي. هو هيخش على الفولدر ده ويجيب لنا الملفات اللي موجوده في الفولدر كلها. ادي الملفات اللي موجوده زائد كمان الملف التمب اللي هو اللي احنا عشان احنا فاتحين الملف ظاهر معانا هنا. هنقول له عايزين الكويري بتاعنا. اول حاجه احنا محتاجين نعرفه ان الملف ده بس اللي احنا محتاجينه من الملفات دي كلها. هنعرفها له ازاي؟ هنقف هنا على النيم ونخش على تكست فلتر على كونتين ونكتب كلمه من اسم الشيت اللي احنا محتاجينه بس. مجرد ما انا عملت كده واديته اوكي، ايه اللي هيحصل؟ جاب لي الملف اللي فيه الاسم ده بس. طيب ايه التمب اللي موجود تحته؟ قلنا ده عشان الملف احنا فاتحينه. طيب التمب ده فيه مشكله ان هو يظهر معانا؟ في مشكله. ممكن وانت بتعمل ريفرش او فاتح باور بي اي مجرد تيجي تعمل ريفرش بشوف التمب ده يقف او يظهر معاك مشكله فيه. طب احنا عايزين نتلاشى المشكله ديت، ولو انا فاتح ملف اكسل وناسي ان ده من ضمن الداشبورد بتاعي ما يعمليش مشكله في الريفرش، نعمل ايه؟ بنفس الفلتر الجميل اللي احنا عملناه نفتحه تاني وناخد هنا ادفانسد ونظهر احنا عندنا هنا قلنا كونتين وكتبنا حته من اسم الملف. عايزين فلتر كمان does not contain، مش عايزينه يحتوي على الايه؟ العلامه اللي موجوده في التمب ده، ونعمل اوكي. مجرد ما عملنا كده خلاص كده التمب اتشال حتى لو انا فاتح الملف. خش على الخطوه اللي بعد كده. احنا محتاجين نفتح الملف ده وناخد شيت معين منه ونظبط شويه الروهات اللي احنا شفناها سوا كانت فاضيه. اول حاجه هنعيد تسميه الخطوه ديت باي مسمى تاني، مثلا نخليها فلتر، ونقف عليها ونضغط على اف اكس ونيجي هنا عايزين نظهر التيبل بس كخطوه اولانيه اللي موجود عندنا في الملف ده. ونيجي هنا كده قبل فلتر ونقول له قوس نخرج براه ونكتب تيبل ترانسفورم كولومز اول واحده دي، وبعد كده نعمل كوما هنا. عايزين نجيب الكونتنت هنا عشان هو الجدول بتاعنا موجود هنا، هنفتح قوسين معرض كده وبعد كده نكتب الكلمه ديت كونتنت بنفس الطريقه، بعد كده كوما ونعمل each كل ورك بوكس اكسل الورك بوك بتاعنا، ونفتح قوس نعمل اندرسكول علامة وترو عشان يجيب لنا كل الورك بوك اللي موجودة. انا كده جاهز، بقفل القوس الرئيسي وبديله انتر ونشوف ايه اللي حصل. حولها لي خلاص كده من الداتا مش ظاهرة معايا للتيبل ده. طب التيبل ده لما انا ضغطت عليه لو انت خدت بالكم هتلاقيه الشيتات اللي موجوده داخل ملف الاكسل ده. ادي الشيتات اللي موجوده داخل ملف الاكسل ده. طب ايه الخطوه اللي جايه؟ احنا عايزين الشيت اللي اسمه توتال مارك بس، دي الخطوه اللي بعد كده. طيب هنعملها ازاي؟ هنضيف شويه كلام هنا كده معلومات نفهمه ان اللي محتاجينه من التيبل ده التوتال مارك. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده ونعمل قوسين معرج وقوس عادي ونكتب نيم بيساوي، نكتب التوتال ماركت دي بين قوسين، بس اهم حاجة يكون الكتابة زي ما هي موجودة بالظبط، يا اما تاخدها كوبي على طول
خلاص احنا كده خلصنا ديت. نيجي هنا كده، واحنا محتاجين ايه من التيبل ده؟ محتاجين الداتا اللي موجودة هنا. يبقى نكتب هنا داتا. خلاص كده احنا خلصنا، نديله الاوكي. لو وقفنا هنا كده على التيبل هنلاقيه عمل ايه؟ دخل جوه الملف اللي احنا محتاجينه اللي هو اسمه توتال ماركت، وجاب الداتا اللي جواه. طيب الداتا اللي جواه احنا شايفين اهوت نال وصفوف فاضيه مش محتاجينها. هنعدي الصفوف اللي فاضيه ديت، ادي 2 4 ادي 6 8 صفوف. فعايزين نشيلهم ويبقى الهيدرز بتاعنا من اول، او التيبل بتاعنا من اول الهيدرز ده. هنيجي برضو هنا ونزود المعلومه ديت، نفهمه ان احنا عايزين نسكيب الثمان روهات دول. هنفتح قوس ونجيب تيبل سكيب. فين اللي هو عايز تيبل؟ هنقعد التيبل بتاعنا ونديله كوما. هيعدي قد ايه؟ هيعدي 8. ونقفل القوس بتاع التيبل سكيب ونديله صح، ونشوف التيبل بقى عامل ازاي. ادي كده خلاص تمام، شلنا الصفوف اللي فيها نال، واصبح عندنا التيبل موجود من اول الهيدرز اهوت اللي موجود عندنا. بس في فاضل تركايه بسيطه، اللي عندي اسماء الكولوم بتاعتي دي انا عايز اشيلها واخلي الهيدرز هو الرئيسي عندي. فهضيف هنا حاجه كمان. هنا كده نفتح قوس ونطلع بره ونكتب تيبل برموت هيدرز. التبر برموت هيدرز دي هيخلي لي الهيدرز بتاعي هو اللي موجود. نقفل القوس بتاع التيبل برموت هيدرز ونديله الصح، ونيجي نبص على الجدول بتاعنا هنلاقي كده الجدول جاهز، والداتا موجودة زي ما انا عايز بالظبط، والهيدرز موجود، وشلنا الصفوف اللي فيها مشاكل. اخر حاجة معانا ان احنا مش محتاجين بقية البيانات ديت، فهنيجي هنا كده نقف ونعمل ريموف اذر كولوم، وبعد كده نعمل اكسباند للتيبل بتاعي ونشيل العلامة دي عشان نجيب الهيدرز اللي موجودة عندنا، ونعمل اوكي. وبكده يكون الجدول بتاعي اتحمل بالطريقة الصح اللي اقدر اشتغل عليها. يبقى فاضل معانا حاجة بسيطة، ان احنا نعمل ديتكت تايب عشان يشوف الداتا التكست والنمبرز يعدلها لي. خلاص كده انا جاهز ان انا اشتغل بالجدول. بعد ما ظبطته اعمل كلوز اند ابلاي، هيبتدي يحمل معايا الجدول اللي احنا عملناه سوا، وبكده اقدر اشتغل بكل سهولة على الجدول اللي موجود عندي في الفولدر. ولو ضفت جداول تانية او شهور تانية بنفس المسمى اكيد هتنزل معايا هنا، مجرد ريفريش بس يحدث لي الداتا اللي موجودة. وبس كده.